الجيم زمان كانت التمرينة معروفة، عصاية غالية، كوزين أسمنت، اتمرنت يا باشا. دلوقتي بقى في حاجات غريبة، تمرينة تراي وباي وسكس بوكس وكلام غريب وكتير قوي، يعني بقى موجود اليومين دول. الدايت كان سهل، بيضة وثمرة فاكهة معروفة، يعني ما كانش فيه أي مشاكل زمان. دلوقتي دخلنا في قصص الكيتو والكارنيفور وانترميتنت فاستنج وحاجات كتير كده احنا مش فاهمينها. في حلقة النهاردة احنا هنتكلم في كل المواضيع اللي تخص اللياقة والرشاقة والجمانيزيوم، علشان أنا معايا ضيفة مش عادية. ضيفتي النهاردة هي ترينر كوتش من أشهر وأشطر الترينر كوتش اللي موجودين في جيلها. هي كمان سينيور مانجر في سن صغير جدا. مش بس كده، دي فاشونيستا وموديل وميكس كده مختلف، هنعرفه كله في حلقة النهاردة. معايا كابتن مارتينا شحاتة. أتينا مارتينا. ويلكم. أقول تينا ولا مارتينا؟ تينا. تينا. تينا شحاتة حبيبة قلبي. العيال كلها بقت أجسامها تحفة، احنا عايزين نعرف ايه السر. يعني انا ماشيه كده الاقي كلهم لا، الوسط الجسم مظبوط، مش زي على ايامنا. احنا ايامنا الحمد لله يعني كلنا عندنا سكر ومقاومه انسولين وغده درقيه، عايشين على عمليات التجميل، بنعمل عمليات تجميل دلوقتي علشان نشيل اخطاء الماضي. العيال كلها ده يعني اجسامها زي الفل، تعملوا لهم ايه؟ لا، بصي، هو موضوع مختلف من كل واحد بيخش الجيم عايز يعمل ايه. أه. يعني في ناس بتبقى داخله الجيم هي مقرره تعمل فورمه، وفي ناس داخله الجيم هي مقرره تتفرج على اللي بيعمل الفورمه. في ناس داخله الجيم هي عايزه قطع تعمل تذكره فرجه. ده. بالظبط. في ناس مش ممكن داخلة علشان تلعب وتتمرن. اه وفي ناس بتروح الجيم علشان تدفع الاشتراك. بالظبط. وفي ناس بتبقى عامله اصلا اوريدي عمليات بره كتير قوي. لا ف سيبولنا احنا العمليات، جيلنا احنا. لا هما بيبقوا احنا جايين بنشيل علشان الأخطاء اللي يبينوا ان هما عملناها جامدين. زمان. مشكلة في المايند سيت نفسه. بس هو دلوقتي الجيل اللي طالع داخل الجيم هم عايزين كل حاجة بسرعة. يعني انتي مهم. هتلاقي فورم بس هتلاقي معظمها داخل فيه حاجات كتير قوي مش طبيعية يعني. هندخل في تفاصيل الفورم والعيال بتعمل ايه بالظبط، سواء ألفا ولا جنزي. بس أنا عايزة أتكلم كده الأول عن الطفولة. تيجي نرجع شوية كده حبة ورا، نبص ورا كده حبة. تفونة. تينا بقى وهي صغيرة كان شكلها كده فاشونيستا وقمر ورياضية زي دلوقتي، ولا كانت عاملة ايه كده وهي في اعدادي؟ لا، انا قبل اعدادي اصلا، من وانا عندي 5 سنين كنت بتمرن، كنت بلعب باليه، وبعد كده لعبت. دخلت السويمنج، كنت سويمر. مم. دخلت بروفيشنال سويمر. مم. بعد كده دخلت حاجات سيلف ديفense زي مهم. الكونغ فو. و آه. خلي بالكو، خلي بالكو في الحلقة دي، ها أنا مش مسؤولة. فانا كنت كل فتره يعني لازم اعمل ليفل اب في اي رياضه انا بحبها. وبعدين أنا كنت شقيه قوي وانا صغيره. مهم. فانا علشان استثمر طاقتي دي، مهم. فكان دايما بابايا بيشجعني ان هو اخش حاجه اتمرنها بدل ما اكسر لهم البيت. very hyper، يعني كنتي هايبر جدا. جدا أها. جدا. وبعد كده دخلت العاب قوه، كنت سبرنتر. أها. بجري مسافات طويله. مهم. دخلت حاجات كتير قوي، وانتهت في الاخر بمطاف الجيم، ان انا مهم. اتمرن جيم. خلاص بقى كبرت بقى. بس تبقى نهدى العيال شويه. وهي عندها 14 سنة بتبقى مش حابة جسمها، بتبقى متضايقة جدا من شكل جسمهم. علشان كده اخترعوا الهودي الواسع والاوفر سايز عشان جسمهم ما يبانش. يعني انت ايه رأيك في الموضوع دوت، ان هم بيبقوا عايزين يداروا جسمهم في الفترة دي؟ فعلا هو في بصي، هو مشكلة الأجيال الأخيرة في التقبلات لنفسهم وشكل مم. جسمهم. مم. وده اللي بيخليهم ممكن يوصلوا إن هم يلعبوا في هرموناتهم علشان مم. يديهم الشكل اللي هم يبقوا فيه satisfaction عنه. يلعبوا في هرموناتهم ازاي، يعملوا ايه؟ دي قصة تانية بقى، دي سترويدز. يعني احنا اه. نتكلم كده في مطاف تاني خالص. اه. والمشكلة ان هو بقى منتشر دلوقتي. يعني الناس ممكن تلاقي الشباب ياخدوا في بنات وشباب بياخدوا سترويدز عامة. مهم. انت ممكن لا تلاقي. معلش، بصي انا ست كبيرة،
قولي لي ايه الاسترويكس ده؟ ايه اللي ده؟ لا يكون مخدرات، مش دعوة. لا لا لا، هو ايه بيتاخد دلوقتي زيه زي ده؟ فيتامين ايه سي عادي في السوق. اسمه ايه معلش؟ استرويدز، بصي هي ده استرويكس. مسمى اوكي. للحاجات اللي بتدخل الجسم اه. من جزء خارجي جدا، مهم. ان انتي بتبتدي تغيري في مستوى الهرمونز في الجسم. وده بياخدوه الجيل الفا اللي عندهم 14 انت سنة؟ ممكن تلاقي عنده 11 سنة ويبتدي سايكل دلوقتي، يعني في ناس ما بنزين؟ بتراعيش ربنا. ياه. وده بقى ايه، تابلت ولا لا، على حسب، باودر في ولا؟ تابلتس، في ها. حاجات تابلت، وفي بيبقى انجكشن. كمان احنا هنخش في قصة السبلمنتس والحاجات دي بس بعدين، لكن انا عايزة اتكلم ان هم ما بيبقوش متقبلين شكل جسمهم فبيعملوا كده. طب فيضطروا ده يغيروا. رأيك علشان بيبقى فيه بولينج او تنمر على جسم المراهق، فده اللي بيخليه ما عندوش ثقة بنفسه؟ وبيبقى في جزئية كبيرة جدا طالعة او نابعة من التربية. ازاي؟ يعني ممكن تلاقيه هو من وهو بيروح المدرسة وهو صغير بيشوف مم. شيبس معينة، هو هيجي يقارنها بنفسه، لأنه كل واحد ليه شيب ربنا خلقه بيه. مم. فتلاقيه هو طالع متعقد من هو صغير من حاجة هو شافها كان نفسه يبقى فيها وهو مش فيها. او من ما الكلام، تزرعش تعالى يا واد جواه. يا تخين انت، تعالي يا هو ما بنتي يا تزرعش قصيرة انتي. بالظبط. الكلام اللي بيتقال للمراهقين في السن ده. صح، هو ما اه. تزرعش جواه من وهو صغير ازاي يبقى ساتسفايد عن شكله. مهم. ما تزرعش جواه ده. انتي تعرضتي لحاجة زي كده وانتي صغيرة؟ بصي، من وانا صغيره انا اصلا رفيعه جدا. مهم. تمام. كنتي فانا متقبلة ده ولا كنتي لا متضايقة عايزة شيب مختلف؟ لا خالص، لان انا من وانا صغيره وانا شكل جسمي كان اثليت. اوكي. كنت اثليت لان انا من وانا صغيره بتمرن. بتتمرني فانا كانت تريقه مش على ان مم. انا شكل جسمي وحش، هو التريقه كانت على ان انا رفيعه مش تخينه. ما لقوش في الورد عيب، قالوا احمر الخدين. يعني هو احنا ما وراناش على فكرة غير ان احنا نمسك اي مراهق ولا طفل ونقعد نتريق على شكله ولا جسمه ولا طوله ولا لونه، اي حاجه. اي هو حاجة. ما حدش بيسلم. ولو ما سلمش من البيت، يروح المدرسة صحابه اه يقعدوا يتريقوا على شكله ويلقبوه، يعني يلقبوه مثلا يقولوا له يا بطاطس عشان هو مثلا مليان او تخين. اي حاجه. فده ما بقى بيسلمش. بيخلي العيال يبقى عندها هوس بالجيم، صح كده؟ طيب علشان كده في مصطلح جديد للناس اللي بتروح الجيم او الشباب اللي بيروحوا الجيم كتير، اسمه جيم راتس، فئران الجيم. فئران الجيم. ايه بقى، احكي لي قصة الجيم راتس دي. بصي يعني في حاجات كتير جوه الجيم، يعني لو دخلنا فيها هي حاجة من الاتنين: يا هتموتي من الضحك امم يا مش هتخشي الجيم تاني، هتعتذري اصلا انك ايه ممكن لا تكوني احكي لي دخلتي بقى الجيم. احكي لي الحاجات اللي بتموت من الضحك والحاجات اللي هتخليني ما اخشش الجيم. هو مبدئيا دخلة الجيم نفسها انت هتلاقي انواع كتير جدا من الناس اللي بتتمرن، اللي هم الترينيز امم والترينرز. امم انت هتلاقي فيه نوعين. النوعين دول كل نوع فيهم اصلا بيندرج تحتيه حاجات كتير تخليكي انت مش عارفة انا مين فيهم، او امم اركز مع مين، تبقى مين اللي هيطلع صح بقى في الاخر. فاهماني؟ يعني ايه بيلعبوا تمارين عشوائية؟ لا، مش بيلعبوا تمارين عشوائية، مش المشكلة في التمارين، لان اه. دلوقتي السوشيال ميديا بقت هي فيها كمية الانفو الانف اللي تخليكي انت داخلة الجيم امم عارفة هتتمرني ايه، بس امم معكيش برضو الانفو الكاملة عن جسمك في انك تعرفي تخصصي التمرينة دي رايحة فين. صح. انت كل اللي انت بتقدري تعرفيه من على امم السوشيال ميديا واللي الناس مفتقداه وما تعرفش امم عنه حاجة، امم ان انا داخل الجيم النهاردة عايزة اتمرن تشست، امم فانا اخش على اليوتيوب او على انستجرام الباي سين من الناس. والتراي ده ايه، فهميني؟ ما انا هحكي لك، انا جاي لك في السكه، مش ايوه عايزك والنبي. تستعجلي خالص. لا انا كده معاكي. كده انا هتتلخبطي عايزه معانا افهم برضه. كل حاجه. بقول لكم كان اخرنا عصايه غليه وكوزين اسمنت، ما حدش مصدقني. شيل حديده تقيله وكل كويس. وشيل حديده تقيله وكل كويس. لا انا عايزه اعرف بالتفصيل بقى بتعملوا ايه. لا اجسامكم بجد بتستفزني يعني من كتر حلاوتها، مرسومين ما شاء الله. احنا كده آه، بس بالعمليات يعني، بالتدخل بالتدخل الجراحي. لا وايد ربنا برضه. حته حته كده. التمارين بقى ايه، الشست وال بصي مم. انا هقول لك في الاول مم. حاجه عامه، بعد كده هخصص لك كل حاجه لوحدها. اوكي. فتيجي انتي مثلا داخله الجيم هتمرن النهارده تشست،
فانا هشوف تمرينه من على الانستجرام او شفت سين من الناس منزلها مم. ازاي تفجر عضله الشيست في 3 ثواني. تفجر تفجر بمعنى ان هي تتضخم بلاد فلو بقى وتقطيع بقى تيشز ومش عارف ما ايه كل الكلام ده. العيال عايزه تبقى دراعاتها تخينه كبيره كده. فهو هي الفكره كلها ان هم عايزين يقفوا قدام المرايه عاملين ده زي انسف حمامك في ثانيتين اه فجر العضله في 4 ثواني في 3 ثواني ازاي تفجر يا ما شاء هي الله. مشهوره كده يعني. انت لو بداتي تمام. تسرشي على الجمله دي اوكي مش على اي عضله بقى، انت عايزه باي عايزه تراي بس لما اجي اسرش ازاي تفجري عضله ازاي بقى افجر بالظبط. العضله فانت بتلاقي المجموعه اللي طالعه من التمارين مجموعه اللي هي شويه تمارين مناسبه لاي حد داخل يتمرن، بس مش هتعمل له ليفل اب في حاجه لانه هو داخل يتمرن تمرينه اوفر اول، هي مش بتفوكس على جزء معين هو في ويك بوينت عنده. والويك بوينت دي بتتحدد ازاي؟ انا ما اقدرش اقولك الاختصار ان انا اعرف احدد الويك بوينت والسترونج بوينت بتاعتك غير وانا عامله اناليسيس. محدش يقدر يخصصها لنفسه غير وهو فاهم قوي قوي بايو ميكانيك. فدي النقطه بقى دلوقتي في 2026 النقطه الفيصليه بين الكلاينت او التريني والترينر هو ان يبقى فيه بايو ميكانيك وكنسيولوجي. وده يودينا ان انت دراستك في الجامعه كانت بايو ميديكال انجينيرنج. ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ ما ولا حاجه. ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ يعني انت خريجه بايو ميديكال انجينيرنج، وخلينا نشرح للناس اصلا يعني الميجر ده اساسا ايه، علشان انا اخري تجاره وفاهمه هندسه وطب والحمد لله وشكرا. فلو سمحتوا في ميجرز جديده وتخصصات جديده في الجامعه كده خلينا نفهم تفاصيلها. ايه بايو ميديكال انجينيرنج؟ بصي بايو ميديكال انجينيرنج ده هو كل حاجه متخصصه بالهندسه الطبيه. اوكي. تمام. يعني بس جوه الجزء ده فيه تخصصات كتير جوه. حلو. يعني زي الاجهزه اللي تعملي بيها الاشعاعات، السونار، الحاجات دي دي اللي بيبقى مسؤول عنها او اللي بيصممها بيبقى مهندس طبي. بس هو ايه جوه الهندسه الطبيه ده بيبقى تخصص. الاطراف الصناعيه، حد يبقى محتاج طرف صناعي دراع او رجل، اي حاجه في الابر لمب او اللور لمب، دي كلها برضو تندرج تحت الهندسه الطبيه البايوميديكال انجينيرنج. ف كل حاجه ليها حاجه جواها. يعني موضوع الهندسه الطبيه ده اصلا موجود من زمان قوي بس هو ما كانش منتشر، لان هو كان اللي منتشر يا دكتور يا مهندس وشكرا يا شغال في بنك. فما كانش عندنا الكالتشر انف ان احنا نبتدي ندور طب ما انا بعمل اشاعه هو مين اللي بيعمل الجهاز ده. طب ابتدت بقى الموضوع ابتدى يتطور في انه يبقى فيه الانتيريور اورجنز اللي هي زي الاعضاء الداخليه. برافو عليكي. الحاجات دي ابتدى يبدأ فيها تدخل طبي في ناس عندها مشاكل في الانتيريور اورجنز، فبيبتدوا استبدال بعض الاجزاء باجزاء تبقى صناعيه. طب مين اللي بيعمل الكلام ده؟ يعني الاستبدال مش بس في الاطراف ايدين او رجلين، هو كمان بيبقى في الاعضاء الداخليه للجسم. والاجزاء زي الدعامات والحاجات اللي هي لما يبقى حد عنده مشكله في الشرايين ويبتدي يعمل حاجه اسمها دعامه. ما هو مين اللي مصمم الدعامه دي؟ مين اللي مصمم الجزء بتاع السونار اللي يخش يبص على حاجه معينه بشاشه معينه بالتصوير معين ما هو مين اللي عامل الجزء ده؟ طب بعد كل الليلة اللي انت درستيها والقصة الكبيرة دي، ايه اللي خلاكي تسيبي هذا المجال وتقومي رايحة لمجال الجيم والتمرين وان انت تكوني ترينر كوتش؟ يعني زي ما قلت لك في الاول، ايه اللي جاب القلعة جنب البحر؟ ايه الحاجة الكومن اللي ربطت ما بين دراستك وما بين مهنتك دلوقتي او شغلك؟ بصي هي قصه كبيره جدا. قوليها. انا احنا معاكي. وراكي حاجه؟ اوعي تكوني حاجزه سينما. لا انا بس عشان حاجزه. انا مش حاجزه سينما فانا قاعده براحتي. القصه بدات من ان انا ما سبتش مجالي اللي انا متخصصه فيه، بس انا من وانا صغيره ان كنت في مجال ان انا بتمرن. اوكي. حلو. فجيت وقت ما كنت بدرس
مش بدرس الجيم، مش بدرس السيرتيفيكتس بتاعت الجيم. أنا درست السيرتيفيكتس بتاعت الجيم لما بدأت ان انا اخد قرار ان انا هشتغل في الجيم. بس وانا وقت دراستي بقى وانا في الجامعة انا كنت بنزل الجيم، كنت بتمرن، كنت يعني هي انا الرياضة معاكي هي يعني معايا، انا ماشية حاجة بيها. انت شايلاها طول الوقت، سواء مع دراستك مع اي اه حاجة انت وبروح بتتمرني. اتمرن لوحدي، انا ما مم. بستناش حد يجي يتمرن معايا، يعني انا ليا دايما ميعاد ثابت، بروح اتمرن الصبح مم. وبعد كده اكمل يوم. يعني دايما مثبته تمريني في اليوم هو من الساعه كذا لكذا، او في جزئيه في الصبح ايا كان ايه، بس هو مم. الصبح، وبعد كده ارتب اي حاجه تاني بعديه في اليوم. حلو قوي. فانا كانت حياتي منظمه على الشكل ده بتنظميه طول على حسب عمري، تمرينك. فخلاص انا متعوده اللايف ستايل ده من وانا صغيره. اوكي. تمام. ف... فجيت كنت كل ما بروح اتمرن ففي ناس كتير انا بعرف اتمرن، فعشان انا بتمرن من زمان، مش عشان انا نازله مم. عينيا بتنور يعني. ايوه. خلاص، فبقت حاجة فخلاص طبيعية. مم. فكان ممكن انا عارفه كوتشز لان اوريدي تطوراتي في مختلف التمارين اللي انا دخلتها ومختلف الرياضات اللي انا لعبتها، فانا ليا علاقات بكوتشز كانوا ممكن يقولوا لي لما اخش الجيم اتمرن ايه وازاي، وخلاص مم. فاهمين بعض. مم. ف كنت ببقى داخله انا عارفه انا هعمل ايه كويس، لان انا مم. اوريدي معايا البروجرام بتاعي من الكوتشز اللي كانوا بيمرنوني زمان. مم. فكل اللي كان فرحتي بيشوفني للدراسة بتاعت لا البايو. خالص، انا ها. كل اللي لفت نظري ان كان كل ما حد بيجي يتكلم معايا كان بيجي يقول لي انت ليه مش كوتش، مم. شكلك جسمك فت. بتتمرني جسمك بتعرفي فت. تتمرني، انت ليه مش كوتش. مهم. فكتير كان بيجي يتكلم معايا وانا بتمرن فاكرني كوتش في المكان، مهم. كنت بقول لا انا مش كوتش. فكذا حد بقى كان بيقعد يقول لي لا جربي تبقي كوتش، انت شاطره، انت. وزمان بقى كان الفيلد ده تقيل شويه عن دلوقتي، يعني الفيلد بمعنى. يعني كانت ال النولج بتاعت الفيلد ده كانت تقيلة مم. يعني. مش أي حد بيقدر يذاكر الماتيريال، مم. فكنت تلاقي جوه الفيلد الموجودين هم فعلا اللي مذاكرين وفاهمين. مم. مم. دلوقتي بقى أي حد دخل الجيم طلع له عضلتين بتلاقيه نازل على الانستجرام فور بقى اونلاين ترينر كوتشنج كوتش. دايركت مسج. اه، ده للأسف. بالظبط. والولاد الصغيرين بيقعوا فريسة في النقطة دي، ان هو ايه، يشوف حد على الانستجرام، بابا انا خلاص هتمرن مع البرايفت ترينر كوتش اللي على الانستجرام ده، وأرخص. ينزل له نظام الدايت، يديله شوية تمارين، وفي الاخر بيحصل للولاد ايه، ان يا اما بيضر يا اما ما بينفعش. يعني يا اما بيضر جسمه وبيضر صحته بالحاجات اللي هو اداهاله، يا اما ما بيستفدش اي حاجه، وبيبقى ولا خس ولا حصل له اي حاجه. بالظبط. خلي بالك يعني الاونلاين كوتشنج ده مم. هو بيبقى two ways، يا هو بيكذب عليكي قوي يا هيفيدك جدا، بس في علامات تدل ان الاونلاين اللي مم. معاكي ده مم. هو كويس، مم. يعني هيطورك فعلا في مم. progression هيحصل، مم. ولا هو بيبص بس على الفلوس وياخد منك كام وتفضلي تدفعي معاه وخلصنا على كده. في تمام. steps. مش عايزه اسيب بس الخط اللي احنا بدأنا بيه، اللي هو بتاع البايو ميديكال انجينيرنج. انت اللي دفعك ان انت ما تتخصصيش فيه في الشغل هو الناس اللي قعدت تقولك انت ليه مش بتمرني، انت جسمك حلو، انت بتيجي كل يوم الجيم. يعني الناس اللي حواليك هي اللي دفعتك لده. مش صح كده ولا انا الناس فاهمه غلط؟ الناس اللي حواليا دفعتني لده، مم. وحبي في الفيلد برضو دفعني لده. عشان من وانت صغيره. بالظبط. وتالت حاجة لما لقيت ان في ريزلت كويسة بدأت اعملها مع الناس. مهم. ايوه. كلميني بقى عن حاجه كده حققتيها، ريزلت او نتيجه حلوه شفتيها مع ناس، حسيتي ان ايه ده، لا انا I did it. انا يا بنتي يا تينا، ده انتي شاطره في المجال دوت وكويسه. يعني احكي لي ستوري كده. بصي كذا موقف بصراحة، يعني كان في موقف، أنا مش همدح في نفسي كتير يعني، ده ايوه، مش ايوه. غرور ده كبرياء. في كذا موقف، منهم مواقف لما كان حد يبقى جاي بيشتكي بظهره اه، اما تبقى حاجه ليها ويبقى راجل علاقه بحاجه كبير مرضيه. جدا، امم. دي اكتر حاجة انا بعتمدها
كبروجريشن. يعني انا مم. لو عايزه فعلا اتاكد ان انا حد فاهمه كويس جزئيه معينه في مم. الجسم البشري، على العلم ان الجسم البشري هو صيغه معقده، مم. فلازم اتعامل مع كيس، مم. وكيس تبقى فعلا محتاجه تطور يبقى ملحوظ جدا في مجرد الحركه. مم. سيبك من ان انا اعمل الفورمه لحد، هو ده كده كده اي ترينر كويس مذاكر مم. كويس اناتومي ومذاكر وفاهم الماسلز مم. وفاهم التشريح نيوتريشن. الجسم بالظبط. والعضلات فبالظبط هيقدر ان هو يعرف يعمل بلان كويسه محترمه مم. لشخص نورمال، مم. يقدر ان هو يطور جسمه عادي. الموضوع لكن مش صعب، الموضوع مش صعب. لكن البروجرس الحقيقي هو في حد في مريض. حد فعلا مش مريض، كيس مم. فعلا هي محتاجة ان انت تشتغلي على الماسلز مم. بشكل دقيق جدا مم. علشان تطوري من الموفمنت نفسها، من الحركة، من نوع الحركة. اه وده بيبقى جزئية ديب شوية قوي في مم. في علم البايوميكانيك. مهم. فاهماني؟ اه فهو ده الكونسبت يعني دراستك فادتك فادتني كتير طبعا، جدا. جدا اه جدا جدا. وانا يبقى ما عادي كنتش القلعة تيجي جنب البحر، يعني عادي. بتيجي هم بتقف جنبها عادي يعني وبيشربوا مع بعض. آه، التحموا ببعض اهو. بالظبط. بس آه. انا ما خدتش بالي من الماكس ده غير وانتي. غير وانا جوه الفيلد، وغير لما بدات اتعامل فعلا مع كيسز. مهم. بدات اتعامل مع حد كان عنده انجري في الني، حد عنده انجري في الهب، حد مهم. عنده انجري في السباين، حد مم. عنده انجري في السيرفايكل. مم. فهي الفكره انه اي انجري هي بتبين لك انت فاهمه لحد فين، واللي مم. عطلانه عنده لا بتبتدي تابديت يور سيلف. مهم. فاهماني؟ ايوه. فهو ده الكونسبت، او هي دي الديفرنت بوينتس، ان المفروض انه كفيلد بنركز فيها قوي، لان مش 90% من اللي داخلين الجيم اصلا سلام. مم. هتلاقي 10% سلام والباقيين عندهم مشاكل. مشاكل وجايين بالظبط. وفي يعالجوها. ناس بيبقى عندها مشاكل ومش عارفة ان عندها مشاكل، مهم. بتبان مع الحركة، بتبان مع اللود مهم. اللي بيتحط على الجسم. عايزه اتكلم عن السبلمنت شويه وخليني احكي لك انا قصه كوليه امر او بارنت كده حصلت لي. اول ما ابني دخل لي بكيس كده مسحوق غسيل، قلت الحمد لله هو قدر ان انا بتعب في شغل البيت وهيجيب لي مسحوق غسيل اخيرا عشان اغسل بيه. واكتشفت ان ده حاجه اسمها واي بروتين. وايه ده يا ابني؟ ده واي بروتين. يعني ده مش جايبهولي اغسل بيه، لا. ف يعني ده كويس انه ما قطعش شرايينه اصلا بعد ما انت قلت بجنيه مواس يقطع شرايين. اقطع شرايينه من اللي انا قلته. ليه يا حبيبي؟ علشان ده بروتين اخده. طب ليه؟ ما عندنا فراخ في التلاجة ولحمة وبتاع، كل بروتين. طبق فول بالزيت الحار ودش عليه بصلتين هتبقى زي الفل. بكام يا ابني اللي انت بتجيبه ده؟ بآلافات الجنيهات. فاحنا يعني رفقا وشفقة بينا كأولياء أمور بندفع قد كده علشان مساحيق الغسيل اللي هما بياخدوها كواي بروتين، والفراخ واللحمة في التلاجة. هل ليها فعلا لازمة؟ انا عايزه اقول لك حقيقه مره بقى، قولي لي الحقيقة المرة. ان دلوقتي اصلا بقى تمن الاكل اغلى من السبلمنت. زمان مم. كنا بنقول بدل الواي بروتين، في جمله مشهوره قوي كده، بدل الواي بروتين هات بانيه فراخ عادي. وحطه في كل يا الفريزر. ابني نص فرخة. بس هو دلوقتي حقيقه الامر ان السبلمنت بقت اوفر شويه. أوفر وكمان مفيدة، يعني فايدتها وخاصة للولاد الصغيرة. يعني ولد عنده 14 سنة 15 سنة. بصي الواي بروتين عامه هو في حاجه لازم تبقى عارفاها، ان الواي بروتين اصلا جواه فيه انواع. مم. تمام. تمام. كل جسم فيه تقبلات او فيه يرجع للابيليتي بتاعه الابسوربشن من الجسم نفسه لماده البروتين اللي داخله. مم. فده بيتحدد عليه نوع البروتين اللي داخل. مم. بقى شويه هكلمك في السن القابل ان هو ياخد ولا supplements. لا؟ يعني انا بقول واحد كبير مثلا، لا سكوب جسمه الواي لسه يعني جسمه خلاص استهلك وبقى محتاج انه لا ياخد حاجه سبلمنت. في فرق. لكن ال الشاب الصغير اللي عنده 14 سنه هو اوريدي المعادن والحاجات كويسه في جسمه. لا بصي هو اوريدي سكوب البروتين هو بتتعاملي معاه زيه زي كأنك بتاخدي وجبة زيادة.
وهنرجع نقول ان دي اسمها مكملات غذائية. غذائية. برافو. اه فمكمل غذائي يعني بيكمل البلان بتاعت الاكل اللي انت بتاكلها، بيكملها، مش بيبقى بديل. انت ما بتاخديهوش بديل، انت بتاخديه جنب الاكل. تينا بحس العيال حافظة يعني، هما بيقلدوا بعض داخلين الجيم. انا هروح اشتري زي صاحبي عبد السميع الواي بروتين هي يا ريتها تيجي على المكملات والبري ورك اوت والفات بيرنر. والفات بيرنر. ايوه لحقيني في الكلام الجديد ده والنبي. يعني هم حافظين زي اصحابنا هنشتري 1 2 3 4. انا عايزاكي بقى تقولي لهم كده، الحاجات دي مفيدة؟ اي حد محتاجها ولا الشيء لزوم الشيء؟ يعني مش كل كيس. انتي رأيك ايه؟ بصي السبلمنت قلت لك ان هو لو هنتعامل معاه على ان هي مكملات غذائيه فهي هتفيدنا. لو انا هتعامل معاه لان هي بديل لحاجه في الاكل، هستبدل حاجه في الاكل وادخلها مكانه، لا هي مش هتفيدني خالص. تمام. مش هتفيدني خالص. حلو حلو. حلو. فهي تفيدني لما اكون بدخلها جنب اكلي، اكون ظابط الانتيكس بتاعتي من البروتين والكربوهيدرات والفايبرز، فابتدي بقى ادخل السبلمنت بتاعتي سواء مينرالز او بروتين او ايا يكن. انا البلان بتاعتي في الاكل محتاجه ازود عليها ايه. حلو. تمام. فما جيش انا يبقى اكلي مش احسن حاجه وبتمرن في التمرين بشيل الجيم كله على ظهري واكسر عظمي واطلع واقول مثلا انا ابقى قاعد طول اليوم على سكوب بروتين ولا راح اخد وجبه ولا حاجه، ده لو ربنا قدر. في ناس في معظم السن الصغير اللي بيدخلوا الجيم هم اصلا مش اكيله قوي او بياكلوا فاست فود. او بياكلوا فاست فود. في عيال عندها اعتقاد ان هي تاكل زي ما هي عايزه، فاست فود وبيتزا وباستا وكله، وانا خلاص انا بروح الجيم ويبقى مكرش وعنده كرش قد كده، وبيبقى ملوش لازمه. ده هي الفكره في انه قلتلك ان المنتاليتي اللي موجوده دلوقتي ان انا هدخل الجيم هطلع عضلات ان شاء الله. بص انا مش همشي انا على دايت وهمشي على بروجرام وهمشي لا انا هشوف اسرع طريق ايه واخده. فالاسهل طريق بيبقى بالنسبه لهم ان هو ياكل اي حاجه بس هيتجه لاتجاه الاسترويد. حلو. هيبتدي انت الاسترويد اللي انت قلتي ده المنشط الجديد اللي بياخدوه الشباب؟ هي هرمونز. دي عشان الولاد اللي بيبقى جسمهم رفيع ولا عشان بس يعملوا عضلات؟ كل اي تايب انت بتدخلي هرمون بناء. طب والحاجات دي ملهاش اخطار على الكلى القلب؟ يعني الرأي الطبي فيها ايه؟ بص هي ليها اخطار كبيره جدا. كبيره جدا جدا جدا. أيوة. بالذات لو انت أيوة مش قولي لي. انا بصي انا قاعده والله قدامك فاهمه، خايفه فعلا على ولادها من الحاجات اللي انا مش فاهمه عنها حاجه، ومحتاجاكي انت فعلا تفهميها لي. بص هي مشكله للسترويدز ومش كل الناس اللي بتعمل سايكلز للناس بتتكلم فيها. ان هي بتأثر اصلا على الاكتيفيشنز بتاعت الجسم من جوه. الاورجنز اكتيفيشنز يعني بالذات للولاد. تمام. فهو كل اي حد بيبتدي ياخد يعمل سترويد سايكل هو بيجري اول حاجه ان هو يعمل تحاليل دم ومش عارف ايه ويشوف الغده الدرقيه ومقاومة الأنسولين. مقاومة الأنسولين والكلام ده، ويبتدي بقى يحط أي هرمونز اللي الكوتش اللي بيقول له عليها. بس في حاجات بقى ودي تخص الأمانة المهنية من الترينرز اللي بيبتدوا يساكلوا للناس ما بيقولوهاش أصلا لحد. يعني مش بيقولوها لأنه بيبص على جزء تاني اللي هو المبلغ اللي هو هياخده من جزء السايكل. فما بيديش النصايح دي للتريني اللي هو هيسايكل ده. هو كل اللي بيبقى داخله التريني انا داخل انا عايز فورمه معينه، عايز فورمه الساحل. فهو مشكله الهرمونز دي فعلا ان هي بتخليكي اللي الشخص الطبيعي يعمله في 3-6 شهور تقدري تعمليه انت في شهر. وايه السايد افكتس بقى على الشاب اللي بيعمل كده؟ السايد افكت دي بقى عددها بيختلف على حسب استجابة جسمك. بس اولهم انه اول حاجة ومعروفة جدا انه بيبتدي يحصل لخبطة في الهرمونات. ده غير ان في جزء كبير
مهم قوي ومش في كتير بيتكلم عنه. في حاجة اسمها نيتريك اوكسايد جوه الجسم. نيتريك اوكسايد يعني النيتريك اوكسايد ده نيتريك اوكسايد ده نوع من الغاز، يعني لا، السام. اكسيد النيتروجين، اكسيد ثلاثي اكسيد النيتروجين. النيتروجين. اوكي. فده بيبقى مسؤول عن البلاد فلو. اول واحد بيتأذي من لخبطة الهرمونز هو النيتريك اوكسايد، فبيبتدي يأثر على البلاد فلو. اول حاجة البلاد فلو، تدفق الدم للماسلز. تمام. فتبتدي تحسي يعني ان الدم جسم مش بيتدفق بصورة طبيعية للعضلات وللأوردة وكده. بتبتدي طب ده يسبب في جلطات؟ اجزاء من الاسترويد، في هرمونز اه. معينة في الاسترويدز بيبقى زي حاجة اسمها ترامبلون. مم. ده بيبتدي يقتل النيتريك اوكسايد. طب ننظم للعيال الموال بتاعهم ده ازاي؟ خلي بالك هما بقولك بيبقوا عندهم هوس وبيعملوا ضغط جامد جدا على الأهالي. لا عايزين نشتري، لا عايزين نجيب، لا عايزين نعمل. أنا عايزاهم الموضوع ده يتنظم لهم بطريقة صح. هو في حاجة بعيدا ان هو يتنظم لهم، مهم. في حاجة لازم يبقوا عارفينها، ودي حاجة يعني انا دايما بحرص انه اللي بيجي في طريقي يتكلم عن الاسترويد بعرفه الجزء ده. مم. يعني اول حاجة ان لازم تبقى فاهم ايه مخاطر الاسترويد في الجسم، مم. ولازم تبقى فاهم يعني ايه اخد استرويد وايه اللي اعمله بعد فترة السايكل. مم. فاهماني؟ وايه في جزء التمارين المناسبة اللي يعملها وهو بياخد الحاجات دي؟ ما خلي بالك، يعني انا هقولك اللي انا في دماغي، ان تمارين عنيفة جدا مع اخد سبلمنت بطريقة عشوائية ومش منظمة ممكن تؤدي للوفاة المفاجئة، يعني الوفاة المفاجئة. وحصلت، يعني كان في مذيع شاب، مش عارفة انت تعرفيه ولا، كان اسمه عمرو سمير، وهو يعني اتوفى، جاله موت مفاجئ بسبب المنشطات وبسبب التمارين العنيفة الجامدة اللي كان بيعملها في الجيم. في كمان هيثم أحمد زكي، يعني في حالات حصل لها وفاة بسبب أخذ السبلمنت بطريقة عشوائية وتمارين كمان بطريقة غلط، بطريقة زايدة جدا، أثرت على ضربات القلب وأدت للوفاة. ف يعني ازاي الشباب ينظم القصة دي بحيث انه ما يعرضش نفسه للخطر؟ انه لازم يبقى فاهم انه ايه اللي هو بيبقى داخل فيه وقت ما هيعمل سايكل. هو داخل في مرحلة اسمها لخبطة هرمونز. المشكلة ان اللي قلت لك ان السوشيال ميديا بتبهدل دماغ الشباب بالذات. فهو بيبقى فاكر نفسه لما يعمل سايكل يبقى زي اللي شايفه ده، بس هو في حقيقة الامر ان الناس اللي انتوا شايفينها ماسكولر قوي دي، الناس دي ما بتبطلش سايكل. دي خلاص ناس هي اتبرعت بأعضائها للهرمونز والحاجات اللي بتدخل الجسم. لكن هو ما بيبطلش سايكل. مش هيبقى زيك تاخد السايكل 2-3 شهور وبعد كده تقوم موقف عامل بوست ريسايكل والحاجات دي. لا، هو الفكرة انه انت هتخش في مرحلة من لخبطة الهرمونز، فهتضطر ان انت دخلت جوه دايرة محتاج ان انت مش هتعرف تخرج براها تاني. محتاج ان انت تفضل جواها. فهي هتلاقي نفسك ما طلعتش بره دايرة السايكل، وهتلاقي نفسك دخلت في حاجة اسمها بريدج، وتبتدي بقى تخش على التست ريبليسمنت. لا يعني ايه؟ يعني اول لما الهرمونز بتبتدي تلخبط في الجسم بالنسبة للولاد بتبتدي تأثر على نسبة مستوى الهرمون التستوستيرون في جسم الولد، اللي هي هرمونات الذكورة بالظبط. وتفاصيل جوه قوي مش هنتكلم فيها، يعني محتاجة حلقة لوحدها. فبنبتدي بعد شوية تحاليل كويسة كده محترمة طبعا، بنبتدي نختار تيست ريبليسمنت كويس يبتدي يدخل فيه. بس ده بيكون بناء على ايه؟ بناء على جسمه اتدهور لحد فين. وفي مرحلة تانية بتبقى اسمها البريدج، ودي بيكون هو مضطر اوقات يكون فيها. انا مش فاهمة يعني ايه بريدج. بريدج دي بمعنى بتبقى هو بالظبط نفس صورة البريدج، نفس انا بريدج فاهمة الترجمة، بس مش عارفة تقصدي بيها ايه. البريدج دي دايما بتبقى المرحلة اللي بتبقى لأي حد هو ماشي في سايكل كبيرة. أنا بتكلم على الناس اللي هي
على طول هي في مم. مراحل سترويدز ما بتبطلش. مهم. ففي بيبقى هو لسه مخلص سايكل او هو طالع من سايكل كبيرة، فبيبقى في البيك بتاع البرادج مم. بيبتدي بقى ياخد حاجات اقل شوية من الكمية الهرمونز اللي هو بياخدها في السايكل مم. بتاعته، مم. تبقى بنسب اقل وبتبقى انواع مختلفة شوية. ودي بتبقى المرحلة دي بتبقى اسمها بريدج، مم. بيبتدي ينزل شوية مهم. بالحاجات اللي جوه السايكل اللي هو كان بياخدها، علشان بس يحافظ على مستوى الهرمونز في جسمه من غير ما مم. تتلخبط. هو بيبقى مضطر، تمام. فاهماني؟ خلينا نتكلم عن البنات والجيم. في بنات بتبقى خايفة جدا ان هي تعضل ويبقى شكلها شبه الولاد، مع ان انا ما شاء الله شايفة تينا فاشونيستا، يعني عاملة المعادلة اللي محدش يعرف يعملها، اللي هو ومن الواضح ان الرياضة العنيفة ما أثرتش على الأنوثة، وبيبقوا خايفين على أنوثتهم وشكل جسمهم ان هو يبقى شبه الولاد. وساعتها بتقرر قرار ظريف جدا، انا هروح الجيم علشان كلاسات الدانس والزومبا والبيلي دانس وشكرا. يعني بتشوف القصة دي ازاي، قصة البنات اللي عندها الفكر ده؟ فكرة الكلاسز، بصي هو دي مشكلة صميمة. يعني مهم. تيجي البنت انت عايزاها تتمرن، انا مبدئيا بكره تمرين البنات، البنات أصعب، ما أصعب من بحبهمش، الولاد. ما بحبهمش بجد. بكره فعلا تمرين البنات. ما فيش بنت ربنا قدرني وقابلتها في الجيم غير وهي طلع عيني. بيبقوا خايفين ان هو بيطلع لهم عضلات زي الولاد، هما ولا بيبقوا مقتنعين ان هي لو شالت دمبل كيلو كيلو هيطلع هيطلع لها لها. عضلات، في حين ان الولاد اصلا حبيبتي هما بياكلوا الحديد علشان يطلعوا اه. يزودوا الماسل بتاعه البايسبس أمم. مثلا 2 أمم. سنتي. انت مش بالظبط. فاهمه يعني ايه اللي هما بيدخلوا فيه عشان يوصلوا للسايز اللي انت شايفاه ده. أمم. لا كل الخوف، لا انا مش عايزه اعضل، لا بالظبط. والنبي يطلع لك والنبي عضلات، عضلي. والنبي. اه. هم مش فاهمين ان لما يكبروا يبقوا ستات حلوين كده. بيبقى اهم حاجة تمارين المقاومة دي علشان هشاشة العظام، عشان نسبه ولان الكتلة الماسلز. العضلية بتقل لا عند الست. وهي الفكرة ان هم مش مدركين ان اللي بيخلي دايما جسم البنت مشدود مم. هي الماسل ماس اللي في جسمها. مم. الكتلة العضلية اللي في جسمها. هو ده اللي يا بنات بيخليكي ما تخافوش، مشدودة مش هتعضلوا ومرسومة. يا بنات، ما انتوا شايفين اهو تينا اموره اهي، فاشونيستا. ده احنا لسه والله هنتكلم انت على اللي ان جميلة. هي بتعشق الفاشن وموديل، ويعني ده ما اثرش على ده. فاكره في فيلم مافيا لا ده ما لما أثرش عليا، احمد السقا قال البتنجان ودى البرجر في حتة ثانية. ايوه بالظبط. لا، قال منى زكي من الواضح ان العنف ما اثرش على انوثتك خالص. اهو انت عماله بتقولي بتمرن من وانا صغيره والعاب قوه وقلتي ايه كمان، كونغ فو ولا كونغ فو سيلف كونغ فو؟ ديفense. بالظبط. واهو يعني قمر ما شاء الدنيا الله يعني. شغالة. فلا ما يخافوش على قصه ان هم يعضلوا او ما يعضلوش، لان فعلا لما هيكبروا هي الكتله العضليه هي دي اللي بتوقفهم على حيلهم. ده بجد البنات فعلا الكونسبت اللي في دماغها اللي هم مش مدركين عنه حاجة، إمم. ان البنت طول ما عندها ماسل ماس محترمة هي جسمها هيفضل شكله حلو. حلو، إمم. مشدود. إمم. ما عندكيش بقى وجع الظهر الكتير، ما عندكيش إمم. وجع الركب، ما عندكيش وجع المفاصل، الحاجات دي. إمم. إمم. لانه جسم البنت معروف اصلا انه مع الوقت هي بتخسر كتير، يعني حتى مع الجواز صح، والحمل بتخسر من والخلفة الكتلة العضلية اللي في جسمها. بتخسر كل حاجة، إمم. إمم. حتى نسبة المينرالز في جسمها. صح، ف... كالسيوم ومغنيسيوم فانت اللي هينفعك في الوقت ده هي كتلة العضلات اللي انت ربيتيها بقى طول الفترة فالعبوا يا الصغيرة. بنات كتير وشيلوا ايه؟ شيلوا حديد. شيلوا حديد. وكل قعدت الحديد وكل كويس. بالظبط. بس لازم يبقى الموضوع دوت مع ترينر كوتش، يبقى برايفت، يبقى معاهم، علشان برضو ما يحملوش بشكل كبير قوي على عضلاتهم، ويحصل بيحصل مثلا التهاب في الأوردة، التهاب في الوتر، الأوتار، أنا آسفة. بصي فكرة انه يبقى فيه كوتش دي مهمة جدا، مم. مهمة جدا ان يبقى فيه كوتش، وكوتش يكون فاهم، كوتش يكون مش هقول بقى شاطر، لانه ناس بتفهم ان هو شاطر بمقاييس تانية جدا، بس هو الكوتش يكون فاهم
يعني ايه جسم بشري ويعني هيشتغل معاه ازاي. مم. حلو. لازم رقم 2 تكوني حاطة جول لدخولك الجيم. مم. انا هتمرن 3 شهور، فانا حاطة جول لل3 شهور دول، مم. ما اطلعش بره ال3 شهور غير وانا محققة الجول. ولو ما حسيتش بنتيجة خلال 3 شهور يبقى اكيد يبقى انا الترينر، ماشية غلط، يبقى انا ماشي غلط، والترينر كوتش معروفة. ده لان 3 شهور هي مدة كافية جدا في ان هي تطورك في اي سكيل. مهم. اي سكيل تحطيها لنفسك، اي سكيل مهما كانت ايه. يعني انا دايما لما باجي اتكلم مع الترينيز بقول انه اختار اي جول يكون في اي سكيل نفسك تعملها مم. وتحطها لنفسك في بروجرام 3 شهور مم. هتعملها. اي حاجة نفسك تعملها. صح هو ده الجيم. صح. ان انا اخش الجيم اعرف اعمل الحاجات اللي انا في الطبيعي ما بعرفش اعملها او عندي مشكلة فيها. مم. يعني الديلي اكتيفيشنز اللي احنا بنقوم بيها مم. كل يوم يعني مهم. بتتوقف على حركات معينة ممكن تكون بتسبب لي وجع. مم. فدخولي الجيم في الحالة دي بقى يبقى ايه؟ ان مم. انا لما اجي بره حياتي العادية، مم. لما اجي اعمل الاكتيفيشن اللي بيوجع لي ظهري مثلا ده، مهم. ما يوجعنيش ظهري تاني. مهم. هو ده الجيم. بتشوفي الجيم بس هو لتحسين القوام والجسم، ولا كمان لتحسين النفسية؟ لا، تحسين كل حاجة. اه، تحسين كل حاجة. هو الثيرابيست بتاع الناس، لا، هو انت السايكايترست. الجيم هو انت لو اه. عندك مشاكل نفسية بتخشي تطلع النيجاتيف انرجي جوه. مم. لو انت عندك فقد في حاجات كتير وما مم. بتعوضيهاش غير لما تحسي انك ساتسفايد عن شكلك وانت جوه الجيم برضو. بالظبط. كل ما بتتمرني وتلاقي نفسك بتتطوري، بتحبي نفسك اكتر، بتتقبلي نفسك اكتر، بيديكي ثقة في نفسك كبيرة جدا، صح. تخليكي فعلا تقتنعي ان انت اتراكتيف لاي بني ادم ربنا خلقه، واتراكتيف لاي حاجه انت نفسك تعمليها، اتراكتيف لاي مم. شغل انت نفسك تشتغليه. مهم. بيديكي ثقه بالنفس جميله جدا. طبعا. فاهماني؟ هي فهماكي. كالتشر. بس صح. الفكره في انك تعرفي تصنفيها صح، لان ممكن بتاخدنا على جوانب تانية يعني ما بنحبهاش. طيب، عايزة أتكلم بقى عن قصة نجاحك. قصة نجاحك في إيه؟ أنت عندك قصة حلوة قوي، إنك في سن صغير وصلتي إنك تكوني سينيور مانجر في جيم من أكبر الجيمز الموجودة في انا مصر. عايزه اقولك انه بس انا مش عارفه الجزء ده هيطلع في الحلقه ولا لا. كل حاجة تطلع. كل حاجة تطلع، مفيش انا مشكلة. دلوقتي معايا جوب اوفر هبداه من شهر 2، فتنس مانجر اه. فرع ماكس مدينة نصر. اها. معايا بروفيت من ماكس موسل سبلمنت وتكنو جيم، دي مهم. حاجة انترناشونال. مهم. ده غير ان انا ISSA اصلا براند امباسادور. انت امباسادور او سفيرة ل... ISSA ايجيبت. وكمان لنوع بروتين بار بادي بال. باتي بال ده دوت، انت بادي برضو بال ده من امباسادور ليه. من اعلى. القصة دي انا عايزة اعرف بدايتها بقى، يعني قصة النجاح والصعود ده في سن صغير، ودي حاجة انا بشوفها في جيلكم ما شاء الله، يعني بنوصل ان احنا نكون مانجرز ونوصل نحقق نسبة كبيرة من النجاح في سن صغير. عملتيها ازاي؟ عملتي ده ازاي؟ بصي انا لما بدأت وانا صغيرة، مم. بدأت في المجال ده، نزلت في جيمات كان اللي موجودين فيها فطاحلة زي ما بيقولوا، كانوا أقوياء فطاحل. جدا. اي. كانوا أقوياء جدا، أقوياء جدا مبيعات، أقوياء جدا شيب، أقوياء جدا اتيتيود على الفلور مم. و و و و مم. فكنت بقعد أقول لنفسي أنا يعني إيه اللي يمنعني أكون زي الناس دي مم. غير فرق السن. وانتي كمان يا تينا عندك التزام من وانتي صغيرة. اه الرياضة بتعلم الولاد الصغيرة الالتزام والاستمرارية، ده حقيقي بتخلي فبيبقى عندك جلد انك عايزة تحققي حاجة او توصلي لحاجة، فانتي عندك الجلد والصبر والاستمرارية ان انتي تحققيها. هو في كمان فكرة بتبقى جميلة جدا عن السبورت لايف، مم. ان انتي في تمرينك لما بتحافظي على تمرينك في اليوم، مهم. انتي التمرين بيخليكي 1+1 هيديني 2.
قيسي بقى ده لو مشيتي بنفس الكونسبت ده على حياتك كلها. مم. انا لو اديت كذا هيديني كذا، لو اديت كذا هيديني كذا. هي مم. الحاجة الوحيدة فعلا، الكونسبت الوحيد اللي لو مشيتي بيه مم. هتلاقي دايما نتيجة لكل فعل انت بتعمليه. فاهماني؟ بتتعاملي ازاي مع الكوتشز الرجالة الطوال العراض بشنبات وانتي مديرتهم وانتي صغيرة في السن؟ بصي يعني دي قصة كبيرة جدا برضو، دي لوحدها انا معانا قصة الوقت بقى تاني حجز سينما. من 6 ل9. ايوه من 6 ل9 معاكي. انا آه، معاكي للصبح، قولي. بصي هو في دايما ناس بتسايكب على انه ازاي يبقى في بنت مم. شخصيتها قوية او مم. تعمل حاجة مم. معينة او تدي اوردر معين ان هو يتنفذ بشكل معين. اوكي. حلو. فانا واجهت في ده كتير، مم. واجهت كتير. طبعا. بس كان دايما مديري كان دايما يقول لما تيجي تتعاملوا مع تينا تعاملوا معاها ان هي راجل بس شعره طويل شوية. هو عقلية راجل لكن شكل أنثى، شكل من غير محتوى. يعني شكل أنثى لكن عقلية راجل بيفكر صح وعنده ثقة بنفسه بالظبط. وقادر ان هو يدير جيم كبير بترينر كوتشز ما شاء الله، العضلات والبادي والجيم. بس خلي بالك هو موضوع انه كل ما الشخص بتلاقيه فورمه كل ما بيبقى عبيط. انت مش بيبقى على الفاضي يعني. ده بجد، كل ما بيبقى فورمه كل ما بيبقى عبيط. ايه الصعوبات اللي واجهتيها؟ خلي بالك ان حد يدير مكان كبير، انا متأكدة انك اكيد اتعرضتي لتحديات وصعوبات. يعني انا في مواقف كتير ما كانتش بتبقى الطف حاجه كنت بتعرض لها. ايه؟ يعني كومبلينس كتيره، مم. مش متقبلين طريقه من الكلام. التيم ولا من الكلاينتس؟ لا، من التيم. من التيم. بص انا الكلاينتس يعني انا مش هتكلم برضو عن نفسي كتير، بس الناس بتحبني يعني الحمد لله. علشان بتحققي جولز معاهم، يعني اكيد انت قصة الحب دي مش بتيجي من فراغ، هم مش بيحبوكي عشان انت عينيكي زرقاء، هم بيحبوكي عشان انت حققتي معاهم بروجرس معين ووصلتي وشافوا results. للاوبجكتيف اللي هم عايزينه. بالظبط. خلينا نتكلم على التيم. لكن الترينرز بصي هو المجال ده عامة هو كله معظمه، يعني مش هنقول كله عشان ما نظلمش، بيبتدوا يبصوا فلان احسن مني، طب انا مم. عايزه اعمل كذا، طب هو اشمعنى بيعمل، مهم. طب انا هعمل. لان زي ما قلت لك انه اوقات التمرين والفورمه والشكل الحلو وشكل الماسلز بيديكي حته غرور، هو مش كبرياء، هو غرور ده مم. بجد. مم. ان انا ما ينفعش يبقى في حد احسن مني، ما ينفعش حد يكلمني بشكل معين، ما ينفعش حد مم. يقول لي مش عارف ايه. مم. تخيلي بقى يبقى العكس بقى، انه بيبقى بيجيله الكلام من بنت مثلا. تتعاملي ازاي؟ ده كان عملتيها ازاي دي؟ بيبقى لا ده دي بالنسبه لي مش مشاكل وقت ما كنت ببقى بيست سيلر الفرع ولا حاجه. اوكي، وصلتي ان انت بقيتي بيست سيلر للفرع، فطبعا المنافسة زادت. المنافسه بقت قله ادب. طب احكي لي، يعني تعرضتي لايه؟ يعني بتلاقي بعد كده انت حاجات ينفع بتبقي كانك تتقال في ولا جامعه، ايه؟ يعني مش محببه ان هي تتقال، مش عايزين نشوه الصوره قدام الناس. لا، عشان اي بنت يعني عندها طموح ان هي تبقى مديرة في شغلها، ما تقلقش، انت عملتيها، فادام بالظبط. عملتيها يبقى غيرك يقدر يعملها. بس انا عايزه اقول لك حاجه، انه هو اللي فعلا بيخلي البنت تتطور كل ما تبقى واثقه من نفسها، هم. تبقى واثقه من الفاليو اللي معاها. مهم. كل ما تبقى واثقه من نفسها هتلاقي نفسها بتطلع كده. مهم. يعني هي ما بتحسش بحاجه، هي هتلاقي نفسها بتطلع هوب، بقت معاها فلوس كويسه، بقت عارفه ازاي ان هي تبقى لها حياه كامله متكامله، تبقى adult enough. مهم. فاهماني؟ فهميكي. تمام. القصة بقى النجاح اللي انت حكيتيها ديت وكل الكيان اللي انا شايفاه قدامي ده بيبقى اساسه عمودين اساسيين، هما اللي ورا كل ده، هما الاب والام، بيبقوا هما الاعمدة الاساسية كده في تكوين كيان البني ادم. عايزة اعرف علاقتك بباباكي ومامتك واهلك والداعمين ليكي، انا متأكدة ان هما الداعمين ليكي.
بُصّي، هو أنا أكبر دعم بالنسبة لي بابايا ومامتي، اهم. بس أنا بابايا متوفّي بقى له 10 سنين. ربنا يرحمه. أنا لمّا دخلت المجال ده كان already بابايا متوفّي اهم. في المجال ده كشغل. اهم. بس لو أنا هاتكلّم عن شخصيتي اللي أنا موجودة بيها دلوقتي إمم. وقوتي اللي موجودة دلوقتي، إمم. فكان المسبب ليها الكبير هو كان بابا يعني. إمم. مامتي بدأت تاخد الرحلة من بعد بابايا إمم. والدِك اتوفى وأنتِ عندِك كام سنة؟ من 10 سنين، أنا كان عندي 17 سنة. اهم. يعني في نُص مراهقتِك. إمم. إمم. فكانت مامتي ابتدت تستلم بقى إن هي تكمّل الرحلة معايا من بعد بابايا. اهم. بس اللي زرع فيّا كل إمم. concept في دماغي أو كل point أنا كبرت عليها في شخصيتي كان الأساس كان بابا. كان بيدّيكِ إيه علشان خاطر تبقي مارتينا شحاتة الsenior manager اللي عندها ثقة بنفسها؟ هو كان بيدّيني دايمًا، دايمًا الثقة بالنفس. إمم. يعني لمّا كنت أبقى في المدرسة إمم. وأعمل مشكلة، كنت شقية أوي، إمم. كنت شقية جدًا. عملت ADHD. مشكلة ADHD. لمّا كنت أعمل مشكلة أو أتخانق أو أضرب حد، هو ما كانش بيزعّق لي على إمم. قد ما هو كان بيفهّمني إن أنا عندي شوية فرط حركة يعني، بس إمم. حاولي تسيطري على نفسِك شوية عشان بعد كده اهم. هنجيبِك من السجن. ما كانش كان بيحاول إن هو دايمًا يستثمر شقاوتي. حلوة كان كلمة دايمًا بيخلّيني يستثمر. دايمًا إمم. كان بيستثمر أي حاجة فيّا. لو كنت باسمع مزيكا إمم. ولقاني دندنتها، أنا على فكرة بالعب 9 آلات مزيكا لأ بقى، لأ إيه كل ده ما شاء الله. وباغني. يعني أنا لمّا أقول إن ودخلت 4 إن إن سنين الرياضة conservatoire. والعنف ما أثّرش على الأنوثة، لأ في mix. أنا قُلت في الأول إن في mix مختلف ما بين الرياضة وما بين حُبّها للمزيكا وحُبّها للفاشن، حاجات feminist أوي، حاجات كلّها أنوثة أوي، وحاجات كلّها على العكس والنقيض اللي هي الرياضة والحاجات اللعبات العنيفة. mix حلو. آه، فهو كان دايمًا أول لمّا يلاقيني في دندنت، اهم. فلأ ده إحنا نلعب مزيكا بقى، إمم. نجيب بقى بيانو كده ونشوف بقى إيه أنتِ هتطلّعي لنا إيه. إمم. فهو كان دايمًا بيعرف إن هو ي يكبّر فيّا حاجات ممكن تبقى فعلًا على الlong run إن هي تبقى حاجة different point بالنسبة لبنت. اهم. إمم. بس لو هاتكلم عن التربية فهي أصح تربية الطريقة اللي كان بابا بيعاملني بيها، اهم. لإنه كان الناتج منها إن بنت طلعت متصالحة مع كل حاجة متزنة، حواليها. متزنة نفسيًا، هو عمل لِك أمان نفسي واتزان نفسي. بالضبط. إمم. خلّاني أعرف أفرّق ما بين الحلو والوِحِش، إمم. الصح والغلط. إمم. ما ابقاش محتاجة إن أنا ألجأ لحد عشان آخُد منّه حاجة، لأ أنتِ فيكِ كل حاجة، عايزة إمم. أي حاجة هي فيكِ. إمم. بس أنتِ محتاجة تسمعي صوتها جواكِ، هو ده كان بابا. إمم. فأنا فعلًا أكبر دعم كان بالنسبة لي بابا، وبعد كده مامتي كمّلت يعني. المسيرة. أنا مامتي من الناس برضه اللي هي بتشجّع البنات جدًا بالأخص، اهم. يعني مش اللي هو بقى إحنا أنتِ بنت ما ينفعش تعملي كذا، ما ينفعش إمم. بالعكس يعني أنا ماما من أكتر الحاجات اللي في حياتي اللي أنا لو اضطريت إن أنا أشيلها فوق دماغي وأجري بيها هاعمل كده. اهم. ربنا لإن هي كانت يخلّيها لِك. أكتر حد هي عمرها ما انتقدتني في أي حاجة، الانتقاد. وبالذات موضوع العضلات والتمرين آه. والكلام ده. وبالذات إن أنتِ قُلتِ وأنتِ صغيرة كنتِ رفيّعة، فهي عمرها مثلًا ما انتقدتِك إن أنتِ خالص. رفيّعة وخلّتِك ما يبقاش عندِك ثقة بنفسِك، فبقيتِ بتعملي حاجات مثلًا غلط، تمارين بقوة شديدة علشان تقدري إن أنتِ تبقي جسمِك كويس. لأ، هي عملت لِك اتزان وما بالضبط انتقدتش شكلِك. لأ، لأ خالص، بالعكس ده كانت دايمًا بتشجعني، هي بتشجعني في الرفع وتشجعني في الزيادة، تشجعني في العضلات، تشجعني في أي حاجة أنا باعملها هي بتشجعني. اهم. ثقتها فيّا دايمًا، اهم. يعني هي دايمًا واثقة فيّا. أنا باعمل كذا، هي عارفة تينا لو خدت قرار في حاجة فلانية يبقى هي
هي strict قوي في القرار، وبتحملك نتيجة تضغطش عليا قرارك. في اي حاجه خالص، مهم. بتحملني نتيجه قراراتي. وده مم. برضو عامل كبير جدا في ان هو بينمي جزء كبير جدا في المنتاليتي بتاعتك. طبعا. على الاقل على الاقل انت مش هتغلطي تاني، عشان عارفه انت اللي هتحلي تاني، فانا مش لا هو بيحسسك بالمسؤولية كمان، جدا. انت مسؤولة انت مسؤولة مسؤوله عن عن كل قراري حاجه، ده. حتى لو انت اهلك في حياتك وعيلتك في حياتك، لا انت مسؤوله. مهم. ففكره ان انت تبقي في المسؤوليه دي، هي مامتي عودتني على المسؤوليه من وقت ما بابا سافر السما، من وقت ما مهم. بابا توفى. اه. انا بابا وهو موجود انا ما كنتش بشيل مسؤوليه اي حاجه في اي حاجه، انا بس كنت يا دوبك بعرف ان انا اتعامل مع ان انا عارفه ان انا عندي مميزات وامكانيات وحاجات جميله جدا مم. ربنا وهبني بيها. مهم. فانا عمري ما هبص لحد، عمري ما هحتاج لحد، لان انا فعلا ما كنتش ببقى محتاجه لحاجه. مم. فلما جه بابا سافر السما، مم. ماما بدأت تعودني على ان الشخص اللي كان بيدلعك ده ما بقاش موجود، بس بالطريقة طبعا. مم. فانت لازم بقى تبتدي تستخدمي كل اللي هو كان بيقوله لك مم. عشان تكبري بيه. اه، على فكرة هي مدت لك الحبل اللي قدام يعني. قالت لك ازاي تكملي من غيره، او ازاي تكملي وانتي مفتقداه وهو مش معاكي. بالظبط. اه. لان انا حياتي اوريدي وقفت سنتين بعد اول ما بابا سافر السما، حياتي وقفت انا تماما. كنت لسه هسألك ايه اللي افتقدتيه او ايه اللي حصل لك بعد فقدان والدك. سنتين حياتي وقفت، تماما. سنتين تماما. لا مم. كنت بذاكر ولا كنت بعمل اي حاجة. مم. اول سنتين دول كانوا اسوأ سنتين. مم. قصيت فيهم شعري. مم. كانت علاقتي بربنا بدأت تبقى ضعيفة، مم. شبه منعدمة، مش موجودة أصلا. مم. كنت بدأت أخد طريق لوحدي كده، ما بعملش فيه أي إنتاج. مم. سنتين بالظبط ضاعوا من عمري من غير ما أطلع من وايه اللي الثانوية رجعك حاجة. تاني لطريقك الصح اللي رجعني تاني بقى الحاجات اللي أنا دايما كنت بفتكرها منه؟ لما كنت بتكلم مع بابا وأنا صغيرة. يعني أنا فعلا اللي رجعني تاني مم. من غير ما ابقى وقعت في غلط، او ان انا مم. امشي طريق مش طريقي، او ان انا افشل بقى مم. واكمل في الفشل ما انا لوحدي بقى والكلام مهم. ده. فكان الحاجات اللي بابا زرعها فيا من وانا صغيرة المسؤولية. بصي له كده للكاميرا وقولي له كده رسالة، لا بلاش الكلام ده علشان أرجوكي لازم تقولي له حاجة في الحلقة. آم، عايزة تقولي له إيه لو هو آه، سامعك دلوقتي؟ عايزة كل اللي هقدر اقوله يعني علشان اقدر اتمالك اعصابي في مم. الحلقة. انا بحبك قوي يا بابا. في حاجات كتير كان نفسي ان انت تكون شايفني فيها دلوقتي، بس انا عارفة ان انت اوريدي معايا في اي ستيب انا باخدها. انت اكيد مش هتدعمها ليا غير وانت عارف ان انا هكون قدها. هو أكيد سامعك ومستني منك كتير أكتر اكيد وأكتر. أنا مش اشربي القهوة. تعالي جيت نشرب عملت حاجة. زمارة الصبح. هنلعب لعبة بسرعة بسرعة علشان المود ده بس ها يفرفش. يفرفش شوية. جيم ولا قعدة كافيه؟ لا جيم. ما قعدة كافيه لا جيم. ونشرب القهوة جيم. ونروق. جيم. كارديو ولا حديد؟ آه، بصي دي حاجة ودي بالنسبة لك حاجة، انت، دي نقرة ودي نقرة. بالنسبة لتينا، كارديو ولا حديد؟ لا حديد. حديد. أكل صحي ولا شيت ميل؟ لا حلوة دي. صحي. أكل صحي. طب كارنيفور ولا كيتو ولا إيه؟ لا ولا كارنيفور ولا كيتو ولا ولا كيتو. الهبل ده. كله هبل بالظبط. ميوزك تمرين ولا مزيكا كده هادية فيروز؟ الاتنين. الاتنين. دي بتبقى الصبح. تعزفيهم ولا تسمعيهم؟ الاتنين برضو عادي. طيب مديرة ستريكت ولا مديرة كول؟ الاتنين. الله، ما لا هقولك، اختاري واحدة. ما هو مش هينفع تبقى طول الوقت ستراكت ومش هينفع طول الوقت تبقى كول. يعني انت على حسب الموقف. على حسب السيتويشن. ماشي. تمرينة الصبح ولا تمرينة بالليل؟ اي وقت طالما انا قادره اتمرن، المهم ان انا اتمرن وكل يوم. كل يوم. طيب كلمة واحدة توصفي بيها الجيرني بتاعتك.
آمم، رحلة عنيفة أوي. رحلة عنيفة. طب كلمة واحدة توصفي بيها الgym. آآ هو إيه؟ مليان كلام كتير. هو إيه؟ كلمة واحدة. كلمة واحدة مش عارفة. الحياة؟ لأ الgym مش الحياة، بس هو الgym باحسّه إن هو الوقت اللذيذ كده، والّا الدحلاب، الenergy؟ الطاقة؟ الpower family الpower عارفة؟ family. شرفتيني ونورتيني يا تينا، أنا بجد أنا انبسطت جدًا بالحلقة. أنتِ جميلة. حبيبة قلبي. ميرسي.